السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلامة. في الفيديوهات اللي فاتت مشينا سوا خطوة مهمة. بدأنا بالتعريف بالمجال، وبعدها اتكلمنا عن كل حاجة تخص الشغل في مصر، من مرتبات ومميزات وعيوب والدراسة المطلوبة. وبعدها عرفنا الأماكن اللي تقدر تشتغل فيها كمهندس أو فني. وبعدها اتكلمنا عن العناصر الأساسية اللي لازم تكون عارفها قبل ما تبدأ الطريق. لو دي أول مرة تشوفني فهسيب لك روابط كل الفيديوهات اللي فاتت تحت في صندوق الوصف. ولو عاوز تتابع كل جديد عن المجال ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة اللي هنتكلم فيه عن السجالات. موضوعنا النهاردة مهم جدا لأي شخص بيشتغل في مواقع البناء أو الصيانة أو حتى الكهرباء. هنفهم مع بعض يعني إيه سجالة، إيه أنواعها، إزاي نستخدمها بأمان، وإزاي نتجنب الحوادث المرتبطة بيها. خليك معايا للنهاية علشان في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن السجالات. الجزء الأول، يعني إيه سجالة؟ السجالة هي ببساطة منصة مؤقتة تستخدمها العمال علشان يشتغلوا على ارتفاعات مختلفة، تتركب على أعمدة معدنية، ومهمتها إنها تشيل العامل والمعدات والمواد اللي بيشتغل بيها. وجود السجالة مش رفاهية ولا مجرد وسيلة، ده عنصر أساسي في مواقع العمل المرتفعة، لكن استخدامها من غير قواعد سلامة ممكن يسبب كوارث. الجزء الثاني، أنواع السجالات. دلوقتي هنتكلم عن الأنواع المختلفة للسجالات واللي بيتم اختيارها حسب طبيعة المكان والشغل. 1. السجالات الهيكلية. النوع ده من السجالات سهل في تركيبه وبنستخدمه لو السطح مستوي ومفيش عوائق حوالين منطقة العمل. 2. السجالات الأنبوبية. بنستخدمها لما يكون في عوائق أو صعوبة في الوصول، بتتركب بشكل يدوي وبتاخد وقت أطول ومناسب للأعمال الصناعية. 3. السجالات النموذجية، سريعة التركيب جدا، مش محتاجة فنيين متخصصين، أماكن التثبيت فيها محددة وجاهزة. 4. السجالات المتحركة، بتيجي على عجلات، مناسبة جدا للدهان، التركيبات الكهربائية أو صيانة التكييف، وبيكون فيها فرامل لتثبيتها وقت الشغل. الجزء الثالث، شروط تركيب السجالات. في مجموعة من الاشتراطات العامة اللي لازم تتوفر في أي سجالة علشان نعتبرها آمنة. تتحمل على الأقل 4 أضعاف الحمولة المتوقعة، بيركبها متخصصين مؤهلين. ممنوع تماما تركيبها على براميل أو طوب. لازم يكون فيها ضربزين علوي ومتوسط علشان يحمي العامل من السقوط. الحواجز تتحمل 200 رطل من الضغط على أي اتجاه. وجود عرضة قدم لمنع الأدوات من السقوط. يكون في وسيلة آمنة لوصول السجالة زي سلم ثابت. لازم نربط السجالة بالمبنى أو نزودها بدعامات حديدية لو كانت مرتفعة. الجزء الرابع، ثبات السجالة وتقويتها. السجالة لو مش ثابتة كويس هيكون وجودها أخطر من عدمه. الأرض اللي بتتركب عليها لازم تكون قوية، مش طينية أو رخوة. ونركب ألواح خشبية تحت الأرجل علشان نوزع الوزن. نستخدم دعامات التقوية أو المقصات لتثبيت السجالة ومنع حركتها. الربط بالمبنى بيكون كل 30 قدم، يعني 9 متر أفقي، و26 قدم، يعني 8 متر رأسي، وده بحد أقصى. في أنواع ربط منها الإيجابي وغير الإيجابي، والإيجابي هو الأفضل وأمان أكتر. الجزء الخامس، المنصة. المنصة اللي بيوقف عليها العامل ليها مواصفات مهمة. عرض الألواح 10 بوصة وسمكها 2 بوصة. المسافة بين الألواح ما تزيدش عن بوصة. لازم يكون فيها حاجز قدم مرتفع على الأقل 4 بوصة. لازم ضربزين حوالين المنصة بالكامل. الجزء السادس، أنواع الأحمال. السجالات بتتقسم حسب قدرتها على التحمل. خفيفة تتحمل 25 رطل على قدم مربع، متوسطة 50 رطل على قدم مربع، خدمة شاقة 75 رطل على قدم مربع. الجزء السابع، فحص السجالات. كل سجالة لازم يتم فحصها وتقييمها بانتظام. في البداية السجالة بيكون عليها بطاقة سكاف تاج. لما تكون تحت الإنشاء بيظهر على البطاقة تحذير واضح إنها غير آمنة. لو الفحص تم والمفتش وافق عليها بركب بطاقة خضراء توضح إنها آمنة. الفحص بيتكرر كل 7 أيام وبتكتب على الجزء الخلفي للبطاقة. لو السجالة فيها عيوب البطاقة بتتسحب منها وما بترجعش إلا بعد تصليح السجالة. الجزء الثامن، قرب السجالة من الكهرباء. مهم جدا نبعد السجالة عن الكهرباء مسافة لا تقل عن 10 قدم، وده علشان نتجنب خطر الصعق الكهربي لأن السجالة معدنية. الجزء التاسع، أخطاء شائعة يجب تجنبها.
خلينا نراجع مع بعض الأخطاء اللي بنشوفها كتير. تخزين أدوات أو مواد على السجالة، استخدام دهان بيغطي العيوب، تجاهل تركيب الدرابزين وحاجز القدم، استخدام سلالم نقالة بدون تأمين أو بزيادة في الطول. نصائح مهمة شباب، السجلات مش مجرد هيكل، دي أداة مهمة في المواقع المختلفة والشغل عليها من أخطر ما يكون، فلازم تخلي بالك من كل الإرشادات وكل تفصيلة علشان انت هتخلي بيئة العمل آمنة أو تخليها مكان معرض للحوادث لا قدر الله. علشان كده يا صديقي دايما راجع السجالة قبل ما تخلي عامل يستخدمها وافحصها كويس. ونصيحتي لصديق العامل، بلغ عن أي حاجة مريبة وما تطلعش إلا لما تتأكد إنه كله تمام. اشتغل بأمان وافتكر دايما إن حياتك أغلى من إنك تستسهل. كده أخدنا نبذة عامة عن السجلات. لو مهتم إننا نتكلم أكتر عن السجلات أو عندك أي سؤال اكتب لي في الكومنتات وهجاوبك عنها. ما تنساش الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.